السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنديروا طاجين اللحم الغنمي بالخضره. دابا ان شاء الله غادي نبداو. عندنا طريفه اللحم فين ما كان، يعني اي طرف بغيتو ديروه. عندنا الملحه وعندنا التوابل اللي هي عندنا، انا صراحه ما عنديش الثومه، عندك الثومه خضراء، عندنا الخرقوم، عندنا التحميره، عندنا السكينجبير، عندنا البزار وعندنا الكمون وشويه ديال الربيع، عندنا البصله. اول حاجه غادي ندير، غادي نحط الطاجين ديالي يسخن، وفي الاول غادي ندير الزيت والبصله واللحم والملحه، ما نديروش التوابل من الاول بتاتا. خليه يسخن. غندير شويه بسم الله زيت الزيتون، نحطو البصله، نحطو طريفه اللحم بسم الله، البصل درت انايا 2 بصلات صغار، الا بغيتو تكثروا بغيتو تنقصوا اللي بغيتو. وغندير الملحه، هكا المهم انا كما قلت لكم راه درت اللحم هنايا الغني. يمكن لكم ديروا اللحم البقري اللي بغيتو. صراحه تيجي هاد الطاجين زوين بزاف، والسر ديالو هو الكمون. الكمون تعطيه واحد النكهه خاصه، وحنا المراكشيين معروفين بالكمون. صافي نخلي داكشي يتشحر بشويه عليه، غادي نغطيه وهكا غتشوفوا الماء غادي يطلق. صراحه ما غنستعملش الماء، الا لقيت غنحتاج الماء ديك الساعه غنزيدو. سخونه. ها نتوما كما تلاحظوا تشوفوا الماء، البصله طلقات الماء ديالها. هادشي علاش قلت لكم في الاول ديروا غير الملحه. دابا غادي نزيدو التوابل كلها بسم الله. غنخليوها تقريبا واحد 10 دقائق كافيه باش هذيك اللحم تنسم بالتوابل، ومن بعد نزيدو نديرو الخضره ان شاء الله. بالنسبه للخضره، اي خضره عندكم ديروها، انا غنكتفي فقط بالبصله ومطيشه وبطاطا. يمكن لكم ديروا خيزو، يمكن لكم ديروا الشلبانه، اي حاجه عندكم، ما تقيدوش بداكشي اللي درت انايا. المهم هو الطريقه. ان شاء الله نقلبوا هادشي مزيان. ان شاء الله غادي نستفوا الخضره ديالنا. اللي بغيت نقول لكم دابا ما غاديش نزيد الماء بتاتا حتى نشوف واش غادي نحتاجوه ولا لا. بسم الله. المهم تستافتي يبقى
كل واحد وكيفاش تيبغي التستاف ديالو، كلها بطريقته. عفوا قلبها هكا. بالنسبه للخضره باش نتبلوها غادي نشد هي المرقه ديال الطاجين، وغنبقى نهز بمعلقه ونديرها من الفوق، ما غنزيد لا ملح لا والو. هاد البلاصه هادي خدات ليا مساحه، ولكن معليش ماشي مشكل، كل حاجه ليها حل. الزيتون داكشي عشوائي هكا، بصله مطيشه، الناس السواسه معروفين بالطاجين ديال الخضره، غير ما درتش جميع الخضر. ونكملوا التستاف ديال الزيتون، عجبني الزيتون الاحمر صراحه. ومصير غنديرو بالخضره باش تعطيني النسبه ديالها. حنا سالينا، ودابا غادي نغطيو على الطاجين ديالنا ان شاء الله، ونتسناوه حتى يطيب، ونقدم لكم التقديم ولا الشكل النهائي ديال الطاجين. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي هو خفيف ظريف، ولا عجبكم الفيديو نتمنى انكم تشاركوا في القناه ديالي وديروا ابوني، وشكرا.